السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بعد الماتش حصاد الأسبوع. لغاية دلوقتي ما استقرناش على الاسم، يا ريت الناس تنزل تقول لي في الكومنتات. هنتكلم النهارده عن ملخص الجولة الثالثة، دوري إنجليزي دوري أسباني، هنتكلم عن ماتش الأهلي وبيراميدز، وحاجة جديدة علينا هنتكلم عن الزمالك. أيوة يا عم هنتكلم عن الزمالك عشان أنا مبسوط إن الزمالك اتغلب. يلا بينا بسرعة ندخل الحلقة وما نضيعش وقت. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن 6 ماتشات مهمه، وهي الماتشات اهي: ريال مدريد وريال مايوركا، برشلونه وريو فالكانو، ليفربول وارسنال، مان سيتي وبرايتون، اهلي وبيراميدز، الزمالك والدجله. هنبدا كلامنا بالدوري الاسباني وهنروح بسرعه على ريال مدريد وريال مايوركا. الماتش اللي انتهى 2-1 لريال مدريد. بدأنا نشوف أخيراً آثار تشابي ألونسو، بدأنا نشوف أخيراً كتيبة تشابي ألونسو، بدأنا أخيراً نشوف تكتيك تشابي ألونسو. ريال مدريد اتأخرت، رجعت اتقدمت جونين 2-1. ريال مدريد في صدارة الدوري الأسباني منفردة، مش منفردة معاها أتلتيك بلباو، بس أنا بتكلم منفردة بعيداً عن برشلونة وبعيداً عن أتلتيكو مدريد اللي متعادلة ماتشين وخسرانة أصلاً، وبرشلونة بعد التعادل مع ريو فاليكانو الظالم من وجهة نظري إن هم كانوا المفروض يخسروا الماتش ده، ولكن هنتكلم عن الماتش ده لوحده. تشابي الونسو بيبدا التشكيله بكورتوا في حراسه المرمى، باك يمين ارنولد، في النص بدا المره دي بميليتاو جنب دين هويسن، وباك شمال كاريراس. يا جماعه خط دفاع تاريخي، خط دفاع تاريخي لريال مدريد. كلنا شفنا التصديات اللي عملها خط الدفاع، سواء الكليرنس اللي عمله كاريراس من على خط الجون بعد ما كورتوا كان خلاص، كورتوا كان اوت اوف جيم، كرة متشاطة داخله جوه الشبكه هتقطع الشبكه. الراجل فعلا بيفدي نفسه بالكوره وبيطلع الكوره من على الشبكه. كلنا شفنا الكليرنس اللي ارنولد عمله من العرضيه اللي اتعرضت من الوينج بتاع ريال مايوركا، وارنولد بيعمل تاكلينج وبيطلع الكوره قبل ما توصل للمهاجم اللي كان في 6 ياردة لوحده والشبكه فاضيه وكان هيحطها في الجون هو كمان. كلنا شفنا دين هويسن وهو بيعمل اسيست عالمي لاردا جولر في الجون الاولاني. ولكن الماتش ده فيه حاجات كتيره قوي غير خط الدفاع. خط النص برضه، انت عندك خط نص قوي جدا 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 مكون من فالفيردي، الرئه الثالثه لريال مدريد اللي مهما اتكلمنا عليه مش هنديله حقه. جنبيه تشاوميني لعبوا برقم 10 اردا جولر اللي ما لعبش رقم 10، وده كان سر نجاحه النهارده وهشرح لك ازاي على السبوره. وقدام كان عندك ماستنتونو وفينيسيوس جونيور ومبابي. التشكيله دي تشكيله مثاليه من وجهه نظري، تشكيله ادت اللي تشابي الونسو عايزه، خصوصا في ظل الحريه اللي تشابي الونسو اداها لاردا جولر. انا زي ما قلت لك اردا جولر كان بيلعب هنا رقم 10، وعندك هنا ماستنتونو وفيني ومبابي. ولكن اللي نجح التشكيله دي والخطه دي ان تشابي الونسو ادى حريه اكتر لاردا جولر. اردا جولر يا جماعه طول عمره بيلعب هنا، بيلعب مكان ماستنتونو، احنا عايزينه يلعب في نص الملعب، عايزينه يعوض غياب مودريتش. ولكن دلوقتي اللي بقى بيحصل في ريال مدريد زي ما شفنا، احنا كان عندنا الدايموند، ولكن اللي بيحصل دلوقتي ما بقاش الدايموند، اللي بيحصل ان بقى ماستنتونو اللي كان بيلعب هنا بقى بيتقدم شويه ويضم لجوه يجي هنا، اردا جولر بقى بيجي هنا يتحرك هنا شويه، عندك هنا فيني نفس الكلام بقى بيضم، امبابي الراجل هنا بينزل هنا شويه. فبقى عندنا في الاخر على الورق كده هو غير اللي موجود في الملعب. انت بقيت بتشوف في الملعب ادي فيني اهو، امبابي اهو، اردا جولر اهو، ماستنتونو اهو. بقى عندك رباعي هجومي في بعض الاوقات بيبقوا على خط واحد زي ما احنا شايفين كده. الرباعي الهجومي اللي بيبقوا على خط واحد زي ما احنا شايفين كده بيدي شراسه هجوميه غير طبيعيه، بيدي كثافه عدديه في ال 18، خصوصا ان انت بتلعب قدام فرقه زي مايوركا. هي فرقه مش ند ريال مدريد، هي فرقه ما تجاريش ريال مدريد، فالكثافه العدديه دي ادت شراسه هجوميه غير عاديه لريال مدريد. كلنا شفنا برضو تكتيك تشابي الونسو اللي بيتكرر لتاني ماتش على التوالي في الجون الثاني بتاع فيني. شفنا الضغط العالي بتاع الونسو اللي بينفذه الاربعه اللي قدام اللي بيضغطوا من ال 18 بتاعه الخصم، الاربعه على خط واحد، الاربعه بيضغطوا في شراسه في افتكاك الكوره لتاني مره. شفنا الماتش اللي فات لما فيني رجع وقطع الكوره وطلع بيها وحط سرور امبابي، المره دي في الجون الثاني بتاع فيني بنشوف برضو الشراسه في الافتكاك، الشراسه في استرجاع الكوره. ريال مدريد ما بقتش بتستنى ان الكوره تجيلها ونستنى تشاوميني ولا فالفيردي ولا خط دفاع يقطع لنا الكوره ونبني الهجمه، لا ريال مدريد بقت بتقطع الهجمه من هنا يا جماعه، من هنا بقت بتقطع الهجمه من هنا وتبدا الهجمه من الثلث الاخير في الملعب. وده اللي شفناه في الجون الثالث لفيني اللي حط الكوره حلوه قوي قوي قوي. واخيرا انا بجد مش مصدق نفسي، انا مش مصدق ان انا شايف شكل ريال مدريد في الملعب بعد القرف اللي كنا بنشوفه الموسم اللي فات من انشيلوتي. مش مصدق ان انا شايف اسلوب ضغط عالي، شايف اللعيبه بجد بتجتهد، شايف لعيب زي امبابي وفيني جونيور، النجوم
بجد الكل كان بيقول لك مشكله في اوضه اللبس والنجوم دي ما حدش يعرف يسيطر عليها. لا، انا شايف ان النجوم بتموت نفسها في الملعب، بيجروا بيأدوا ادوارهم الدفاعيه علشان خاطر يحققوا اللي المدرب عايزه. مبدئيا كده اول 3 ماتشات لتشابي الونسو انا شايف فيهم نجاح ساحق لتكتيكه، نجاح ساحق للسيطره على اوضه اللبس، نجاح ساحق للنتائج بتاعته. تشابي الونسو حط ريال مدريد في مقدمه الدوري 9 نقط، ومتقدمين عن الغريم التقليدي برشلونه نقطتين، اللي تعادل مع ريو فالكانو. وهنروح للماتش بتاعه دلوقتي، اللي من وجهه نظري انا الماتش ده كان فيه مصيبه. بس الاول خلينا امسح السبوره. قبل ما اتكلم عن الماتش هتكلم عن مصيبه حصلت في الليجا، وهي ان الماتش اتلعب من غير فار يا جماعه. الحكم لم الناس قبل الماتش ما عندناش فار. يعني ايه ما عندناش فار؟ يعني مش فاهم. ما دفعتوش فاتوره الكهرباء؟ ما الحكم ما جاش؟ تاه؟ المواصلات كانت تقيله عليه مثلا؟ يعني ايه ماتش بيتلعب من غير فار؟ ويعني ايه الاثنين على الناحيتين هانز فليك يقبل ان هو يلعب من غير فار؟ ويعني ايه الفرقه اللي بتلعب هانز فليك تقبل من؟ يا جماعه هانز فليك بيلعب بالاسلوب اللي احنا كلنا عارفينه عنه، وهو الدفاع المتقدم. انت بتلعب اهو، لو يعني برشلونه بتهاجم هنا اهي، لو برشلونه بتهاجم هنا فانت عندك هانز فليك دايما 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 الاربع مدافعين بتوعه اهو باك شمال البلدي، انت عندك هنا كريستنسن كان موجود، إيريك جارسيا، وادي كوندي. الاربعه هنا زي ما انت شايف كده على دايره النص، بيلعب دفاع متقدم، بيلعب دايما على مصيده التسلل. احتياج الفار في ماتش ضد برشلونه هو مش رفاهيه، هو مش رفاهيه نهائي، بل بالعكس هو حاجه في غايه الاهميه. ازاي ماتش لعب من غير فار انا مش عارف، ولكن نعدي المنطقه دي لان الليجا الصراحه بقى التنظيم فيها سيء جدا، واداره المباريات فيها بقت حاجه تقرف. فخلينا نتكلم شويه عن الماتش. جمهور برشلونه زي ما جمهور ريال مدريد بالظبط مش مصدق ان هم بقى عندهم خط دفاع خرافي. جمهور برشلونه مش مصدق ان هو بقى عنده جون. خوان جارسيا ايه ده؟ انت جون بيتصد من بره ال 18، بيصد من جوه ال 18، بيطلع يغطي على المدافعين اللي بيلعبوا دفاع متقدم. جون ايه ده؟ بعد مارك اندريا تير شتيجن وإناكي بينا وشويه الهلاهيل اللي كانوا في برشلونه. ده برشلونه من زمان ما كانش عندها حارس قوي مثلا زي كورتوا في ريال مدريد، اللي من بعد اول موسم دي اللي كان بيخبط فيه، بس من بعد اول موسم كورتوا في حته ثانيه. برشلونه اخيرا بقى عندها حارس. جمهور برشلونه مش مصدق نفسه ان هو عنده حارس، ولكن كان في مشكله كبيره قوي ان هانز فليك شاف ان هو هيبدا بكريستنسن وإيريك جارسيا وهيريح اروخو. إيريك جارسيا كان نقطه ضعف كبيره قوي في ضبط الدفاع المتقدم وفي ضبط مسافه التسلل، ومن وجهه نظري ان هو ما كانش ده ماتشه وما كانش ده وقته، ولكن هو بدا بيسبب له مشاكل، ولكن ما كانش هو سبب المشاكل الوحيد. انت نص الملعب الراجل كان بيلعب ببيدري، فرانك ديونج، وداني اولمو. بيدري، فرانك ديونج، اولمو مش موجود. حلقه الربط اللي بتربط ما بين بيدري وفرانك ديونج، وبعدين قدام عندك يامال ورافينيا وفيران توريس. اولمو مش موجود. اولمو اكنه ما نزلش الماتش. اولمو انا ما شفتوش. لعيب سيء، كرات ضايعه، مس باص عالي، ما بيأديش الدور اللي مطلوب منه. لامين يامال احنا تعبنا منك بقى يا عم، ايه اللي انت عملته؟ ايه ده يعني؟ مش خلاص انت الملك كده؟ انت الناس هتعبدك؟ انت احسن واحد في العالم يا عم، انت حرام. انت ما شفتش ميسي ورونالدو يا عم عملوا ايه في حياتهم؟ مش حد فيهم بيعمل اللي انت بيعمله ده وانت عندك 17 سنه ولا 18 سنه. اعقل بقى. لامين يامال رايح في سكه وحشه قوي، وكل جمهور برشلونه اللي بيفهم اعتقد ان هو شايف الكلام ده كويس، لان الغرور اللي هو وصل له ده غير طبيعي. انت اصلا يا معلم جايب جون من ضربه جزاء ما هياش ضربه جزاء، ولو كان الفار موجود ضربه الجزاء دي مش هتحسب. محدش يقول لي اصل المدافع خبط رجل لامين يامال وهو كان لازم يقطعها له. يا معلم الكوره مش في حوزه لامين يامال اصلا، بل بالعكس الكوره اقرب للمدافع بتاع ريو فاليكانو. ارجع كده للقوانين، الكوره مش في حوزه لامين يامال، فهو ما حصلوش عرقله، بل بالعكس الكوره طولت من لامين يامال، الكوره مش معاه خالص. الاقرب للكوره هو مدافع ريو فاليكانو، الكوره مش في حوزه حد، الاثنين بيجروا، لامين يامال دخل فيه ولا خبط فيه ولا اتكعبلوا في بعض، لا تصلح ان هي تتحسب ضربه جزاء اصلا، ولكنها اتحسبت. دخلت جول، وريو فاليكانو قدرت ان هي ترجع في الماتش وتتعادل 1-1 علشان تنقط من برشلونه نقطتين تبعدها عن الصداره مشاركه مع ريال مدريد، وتخلي ريال مدريد قبل التوقف الدولي في الصداره منفرده. خلصنا الدوري الاسباني، نروح مع بعض للدوري الانجليزي وماتش ليفربول وارسنال وهو قمه الجوله. الماتش في ناس كانت بتقول عليه ممل جدا وفي ناس كانت شايفاه حلو جدا. انا من الناس اللي كنت شايف الماتش حلو جدا. الماتش كان ماتش تكتيكي عالي جدا. الماتش ما كانش فيه هجمات، الماتش ما كانش فيه حاجه على المرمى كتيره نقدر نقول عليها، ولكن الماتش في نص الملعب بجد كان حلو قوي.
ارسنال وارتيتا بداوا الماتش بطريقه حلوه جدا، بداوا بالدفاع التقليدي، تيمبر، جابرييل، صليبا، كالافيوري، ولكن صليبا اتصاب، نزل موسكيرا، وكاول ماتش الموسكيرا قدام ليفربول في الانفيلد الراجل عمل اداء تاريخي. بدا في نص الملعب، هو الراجل هيدافع يا باشا، زوباميندي وميرينو ورايس، انا بلعب بناطحات سحاب، انا نازل ادافع وامسك نص الملعب، وده اللي عمله فعلا. قدروا ان هم يتفوقوا على نص ملعب ليفربول، وهو جرافنبرخ وماكاليستر. الثلاثي بتاع ارسنال حجمهم تماما، حجم خطورتهم تماما. الناحيه الثانيه كان ليفربول بتلعب بجرافنبرخ، ماكاليستر، فيرتس، فكانوا ناقصين لعيب، فيرتس ما بقاش موجود. والتشكيله اللي بتلعب بيها ليفربول علشان خاطر ارني سلوت يعرف يوظف فيرتس، انا شخصيا مش عجباني، لان هي حيدت جدا محمد صلاح ناحيه الوينج. المفروض ان التشكيله انت بتلعب كتيكي هنا، صلاح هنا، خالد هنا، وفيرتس بيلعب هنا، الدايموند المعروفه دايما. ولكن فيرتس طول عمره متعود من وهو في المانيا، هو راجل بيلعب شادو سترايكر. افتكر معايا روبرتو فيرمينو مثلا، افتكر معايا روبرتو فيرمينو. فبقى اللي بيحصل ان فيرتس عايز دايما يخش جوه، فلما بيخش جوه الكتيكي ده بيضطر ان هو يجي له هنا كده شويه، وفيرتس بقى مكانه اللي كان هنا بيقوم طالع هنا يخش هنا كده شويه. فبقى محمد صلاح ما عندوش الامكانيه وما عندوش الفرصه ان هو يضم لجوه زي ما كان بيعمل طول عمره. فبقى دايما محمد صلاح احنا شايفينه هنا، شايفينه في الحته بتاعت الخط دي. انا دي حاجه مش عجباني يا باشا. محمد صلاح كانت خطورته راجل بيستلم الكوره، يجي يرقص له 1 2 3، يقوم جاي هنا ويقوم حاططها لك في المرمى جول. هي دي خطوره محمد صلاح. انت حجمت لي محمد صلاح علشان عايز تلعب لي فيرتس في نص الملعب، والراجل مش ملتزم بدوره كرقم 10 في نص الملعب، بل بالعكس هو دايما رايح ان هو يلعب مهاجم تاني جنب الكتيكي، وده برضه بيحيد الكتيكي. الكتيكي بقى بيتطرف ناحيه الشمال اجباري، غصب عنه بيتطرف ناحيه الشمال، لان في واحد جنبه هنا في ال 18. ده برضه بيحد من خطورته شويه. هل الصفقه بتاعت ايزاك اللي كلنا سامعين عنها ان ليفربول خلاص بتخلص فيها هتغير الكلام ده؟ انا توقعي الشخصي ان هي هتغير. انت هتخرج خارجه من الملعب اصلا، الكتيكي هينزل باك شمال، ايزاك مهاجم وصلاح، وريني بقى فيرتس ده هيروح في انهي داهيه ولا هيعملوا ايه؟ وجهه نظر انا، طلعه من الملعب، العب بماكاليستر وسوبوزلاي وجرافنبرخ، وعندك برادلي يلعبوا باك يمين. الدنيا ما انتهتش. سوبوزلاي ايه يا معلم اللي بتلعبوا باك يمين؟ محدش يقول لي من الراجل قد، ماشي يا عم الراجل بيأدي، ما هو مطلوب منه ان هو يلعب هيأدي. وجاب جون عالمي، تسديده عالميه من يعني مش عارف اقول من كام يارده، كوره عالميه عملت كيرف وسوينج عالمي في الجو، دخلت بيك جون. ديفيد رايا واقف بيتفرج عليها ما يقدرش يعمل لها حاجه. وهو ده الجون اللي جه بالصدفه لليفربول في ظل ان ارسنال كانت مسيطره على الماتش سيطره تامه، ولكن جون زي ده اداهم الفوز، اداهم 3 نقط. بس انا برضو مش هقول ان ليفربول فازت بالصدفه، ليفربول فازت عشان ارتيتا جه عقد في الشوط الثاني. ارتيتا لما جه يحب يعمل تبديلات، خرج ميرينو وخرج مارتينيلي، نزل مكانهم ايزي واوديجارد. حلو قوي، انت نزلت 2 لعيبه حريفه، 2 لعيبه هجوميه. الراجل فضل مصمم ان هو يلعب زي ما هو. يعني اوديجارد مش اللعيب اللي هيدافع، انت كنت حاطط 3 ناطحات سحاب زي ما اتفقنا عشان انت نازل تدافع وتقف في نص الملعب. هو مطالب اوديجارد ان هو يعمل نفس الدور، دي مش بتاعته. ايزي اللي نازل يخلص لك قدام، انت مطالب منه ان هو يرجع ويدافع ويغطي، ما دي مش بتاعته. انت خسران 1-0 ونزلتهم علشان تهاجم. انت خلاص بقى، انا قلنا هنشوف 9000 هجمه في الثانيه، الكلام ده ما حصلش، لان انت لعبت بنفس الخطه، اللعيبه مش هتقدر تعملها لك، ما وظفتش اللعيبه اللي انت نزلتها صح. وده سبب كبير قوي من اسباب خساره الارسنال. ارجع اقول لك، جيوكيرش مش وحش يا جماعه، جيوكيرش مهاجم قوي جدا، ولكن انت ما بتوصلوش كوره اصلا. ده مهاجم صندوق، مهاجم 9 اللي ارسنال بتدور عليه من زمان. ما تعملوش معامله كاي هافرتس ولا جابريال خيسوس، ده مهاجم 9 اديله الكوره هيخلص، هو سفاح، لكن انت اصلا ما بتوصلوش الكوره، فما تطلبش منه كتير. في النهايه الماتش خلص بالفاول اللي قلنا عليه بتاع سوبوزلاي، خلص 1-0 لليفربول. ليفربول 3 نقط في الصداره، ارسنال وقعت، وانا وجهه نظري ان هي ما كانتش تستحق تقع لولا الاخطاء والتفاصيل البسيطه اللي احنا اتكلمنا فيها دي. ارتيتا لازم يبدا يركز في الكلام ده كله لو هو فعلا عايز ان الموسم ده يبقى موسم الحصاد. احنا بقى لنا 3 مواسم بنقول ده موسم الحصاد، ده موسم الحصاد. هتحصد امتى يا عم؟ هنفضل نزرع كتير؟ هنحصد امتى؟ الماتش اللي بعده في الدوري الانجليزي وهو ماتش مان سيتي وبرايتون. انا مش هتكلم كتير عن الماتش ده لان الماتش خلص 2-1 لبرايتون بعد ما مان سيتي كانت متقدمه بجول من وجهه نظري هبش. عمر مرموش دخل عايز يسند الكرة ويحطها من هنا ويعدي من الواحد من هنا، الكرة طولت منه، هالاند لقاها قدامه راح حطها جون. جوارديولا رايح بالسيتي على فين؟ خلاص اسطورة جوارديولا بتنتهي. يعني افتكر معايا كده زمان بقى كان في رافا بينيتيز وانشيلوتي ومورينيو وفينجر والسير اليكس ومش عارف ايه والكلام ده كله، دول كلهم كانوا بيلعبوا الكرة القديمة. ظهر جوارديولا بالكرة الحديثة بتاعته، التيكي تاكا واللعب السريع والكلام ده كله.
هو قضى على كل المدربين دول، قضى على فكرهم. الناس دي ما طورتش من نفسها، هو عمل كرة جديدة، عمل تاكتكس جديدة. بعد كده جم مدربين من بعده طوروا في التاكتكس دي، زي هانز فليك، زي تشابي الونسو، زي زيدان، زي مدربين كتير قوي. هل بقى جوارديولا زمنه بدأ ينتهي؟ هل جوارديولا مش قادر ان هو يطور من نفسه، وزي ما الناس دي انتهت جه اللي بينهي زمن جوارديولا يا جماعه مش قادر يعوض غياب كيفن دي بروين. ماشي، تجاني رايندرز ده لعيب قوي قوي ولعيب حلو قوي في نص الملعب، ولكن هو مش نفس البروفايل بتاع كي دي بي اللي انت عايزه. عمر مرموش لما بينزل مش نفس البروفايل بتاع كي دي بي، وانت اصلا جايبه عشان يبقى وينج، ولما بتخرجه وبتلعب دوكو لعيب استعراضي، هوبا ده لا لا مفيش اي حاجه. طب وبعدين مانشستر سيتي وقفت على لعيب، يعني هي وصلت ان المان سيتي واقفه على لعيب. عمر مرموش والله العظيم صعبان عليا عشان الراجل مصري زيه زينا، غلطه عمره ان هو راح مانشستر سيتي. يا باشا انت مش فت في التاكتكس دي، انت مش فت في التشكيله دي، انت بتضيع نفسك، انت بجد بتضيع نفسك. فصعبان عليا. السيتي رايح على فين انا مش عارف، ولكن انا حزين على حال السيتي، لان انا كنت بحب اتفرج على كوره جوارديولا بغض النظر عن الفرقه اللي هو بيدربها. خلينا نشوف هيقدر يرجع ويطلع من اللي هو فيه ده ولا لا. احنا من الموسم اللي فات بنقول الكلام ده كله، والراجل مش قادر يطلع ولا قادر يعمل اي حاجه. خلص الدوري الانجليزي بقى ونيجي للمتعه الحقيقيه. لا تقول لي بقى لا ليجا ولا بريمير ليج، تعالى يا معلم للايجيبشن ليج. ماتش الاهلي وبيراميدز، خساره الاهلي بفضيحه 2-0 من بيراميدز، هدفين وليد الكارتي. قبل ما نخش في الفيديو، هو ريبيرو اتقال، فيعني مهما اتكلمت عنه خلاص مش فارق، هو الراجل غرف ده. عايزين نشوف بقى اداره الاهلي هتجيب لنا مين مكانه، ولكن انا هتكلم حبه صغيرين قوي عنه، ان هو الراجل بجد سباك. يا باشا انت الماتش اللي فات بدات بجراديشار، قال لك محطه وبيفتح للوينجات، زيزو طلع، تريزيجيه طلع، بن شرقي طلع، كل واحد جات له كام هجمه وضيعوها ما قدروش يجيبوها. طب ماشي الدنيا كانت حلوه، قلنا عايزين تلعب لعب سريع، لعب محمد شريف، لكن تنزل لي محمد شريف وتطلب منه ان هو يلعب دور جراديشار؟ يعني ايه الفشل ده؟ انت واقف خسران وبتهدي لعيبتك، ايه الفشل ده؟ اتزنقت تنزل محمد شريف وجراديشار مع بعض، وخرج واحد من نص الملعب وانت نص الملعب متاكل منك، ايه الفشل ده؟ لعيبه الاهلي ما كانش فيه تكتيك، ما كانش فيه شكل في الملعب، ما كانش فيه اي حاجه، ولكن انا اللي هلوم عليه اكتر هي لعيبه الاهلي. ريبيرو او غرف ده، اللعيبه دي مكمله معانا، فين روح الاهلي يا جدعان؟ فين روح الفانيلا الحمراء؟ انت مغلوب 2-0، لعيبه مكسله تمشي في الملعب. انا افتكر زمان انت لو المدرب كان مين، لو كان مين ماسك الاهلي يا باشا، احنا فترات كتيره قوي بيطلع كابتن زيزو يمسك، كابتن فتحي مبروك يمسك، اي حد موجود في الجهاز بيمسك، لحد ما تشوف مدرب لا عارفين اللعيبه ولا محطين تاكتكس ليهم ولا الهوا، ولكن انت عندك لعيبه بتنزل تاكل النجيله. لو المدرب مش موجود اللعيبه بتشتغل لوحدها. شفناها في ماتش امام لما في الزمالك، الراجل جري وقعد ينتق في روحه وجاب الكوره ورجع وطلع، كان مش فاكر الزمالك ولا بيراميدز، والله بيتهيألي بيراميدز، وطلع وراح، والجول اللي جه منه جون احمد رضا التعادل الموسم اللي فات مع بيراميدز 1-1. هي دي روح الاهلي، رغم ان امام مش اهلاوي اصلا، ولكن الراجل اتطبع بطبع الاهلي. انت يا باشا المدرب مش مظبط الدنيا، كان وقتها كولر مش عارف يدينا خطه، انا هموت نفسي في الملعب علشان اعرف العب عشان خاطر الاسم والتيشيرت اللي انا لابسه. لكن اللي انا شفته من اللعيبه دي، لا خايفه على اسم ولا خايفه على تيشيرت ولا خايفه على شكل ولا خايفه على اي حاجه، شويه لعيبه في الملعب ملايين بتجري على الارض، اقسم بالله العظيم ثلاثه ما يستاهلوا ان احنا نتفرج عليهم. بجد حاجه تقرف، حاجه تقرف. انا مش جاي اتكلم كوره، لان لو هنتكلم كوره في مصر فما فيش كوره نتكلم فيها اصلا، ولكن انا بتكلم يا عم خلي عندكم دم، خلي عندكم دم وفرحوا الناس اللي بتتفرج عليهم. احنا يتحرق دمنا عشان القرف اللي انتوا فيه ده ليه؟ حاجه تعكنن. ولكن اللي صبرنا شويه هو ان بعد ما الاهلي خسر من بيراميدز، الزمالك راح اتغلب من وادي دجله 2-1 بعد ما كان متقدم 1-0. وخليني بجد يعني انا مش عارف اسمه وهدور عليه وهتكلم عنه كتير الفتره الجايه، مدرب وادي دجله. المعلومه اللي عندي ان هو مدرب صغير في السن، عنده 31 سنه. الراجل عمل جيم امبارح على الزمالك عالمي عالمي. عرف يعني ايه يقفل مفتاح اللعب بتاع الزمالك، سواء لافينا او شكوبانزا ولا عبد الله السعيد ولا ناصر ماهر. رغم ان ناصر ماهر يعني جات له كوره شوط، لا انا مش هشوط، انا سوبر ماريو، انا سوبر مان، انا هلم كده انيم الثلاث لعيبه اللي قدامي، وبعدين الم كده انيم الجون، وبعدين احطها يا عم انت بتهبل ايه؟ انت جاي لك كوره في الست يارده لوحدك، حط بشمالك ارزع جول، مش عايز تحطها اسندها لعبد الله السعيد، كان جاي على عدلته بيمينه هيحطها لارضه جول، الزمالك يتقدم 2-0 خلص الماتش. ولكن الاستعباط اللي لعيبه الزمالك كانت فيه هو اللي وصلها للنتيجه دي. وادي دجله عمل جيم عالي قوي، كان بيلعب على المرتدات بطريقه مثاليه، مرتدات وادي دجله بجد كانت في منتهى الخطوره، اللعيبه كانت مصحصحه، كل لعيب كان عارف دوره.
قريت تصريح للمدرب بعد الماتش، قال لك انا دخلت اوضه اللبس واحنا مغلوبين، قلت لهم يا جماعه انتوا نفذتوا الخطه صح، المشكله عندنا مش عندكم انتوا، وهننزل الشوط الثاني هنعمل 1 2 3. فعلا اللعيبه واخده روحها من روح المدرب، اللعيبه نزلت موتت نفسها. هوبا التعادل، الجون عالمي قوي، الراجل بيلف وسطه وبيحط الكره في المقص بعيد. والجون الثاني حاجه في منتهى الضحك، حاجه في منتهى باص وادي دجله بتقطع الكره من نص الملعب، 2 مهاجمين طالعين على مدافع عمالين يباصوا لبعض 1 2 3. وانا شايف ان ده برضه استعباط. انت كان ممكن اي حد فيكم يخلص الكره من بدري، وفي الاخر المهاجم بتاع وادي دجله بيشوط الكره بطيئه جدا عشان محمد صبحي ما يقدرش ان هو يمسكها، مش عارف ليه، مع ان الكره كانت بطيئه جدا وكنت تقدر تمسكها، ولكن بترتد منه. والفولو الجون الثاني 2-1، وادي دجله بتقدم على الزمالك وبتقدر تحافظ على التقدم ده لحد اخر دقيقه علشان تضيع 3 نقط من الزمالك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الاهلي معاه 5 نقط من 4 ماتشات. الحمد لله الزمالك معاه 10 نقط من 5 ماتشات. الاهلي لو كسب هيبقى الماتش الجاي يبقى 8 نقط، يبقى 10 ل8 فرق نقطتين، فالدوري لسه في الملعب. ربنا يبارك لوادي دجله، رجعتوا الاهلي للمنافسه تاني. ولكن انا عايز اقول ان فرقه الزمالك ما هياش فرقه وحشه خالص، بل بالعكس الزمالك دعم تدعيمات قويه جدا. محمد شحاته لعيب كويس قوي، حسام عبد المجيد لعيب كويس قوي، الاثنين اللي جبتهم سواء لافينا او تشيكو بانزا الاثنين كويسين جدا بجد وبجد. زي ما الكتاب بيقول الزمالك محتاج مدرب يقدر يوظف اللعيبه دي بطريقه كويسه، وهنشوف الزمالك في حته ثانيه. يعني انا شايف الزمالك عمل الصفقات اللي هو فعلا محتاجها، مش زي الاهلي جاب الصفقات الترند، جاب بن رمضان، جاب زيزو، بن شرقي، تريزيجيه. انا جايب لعيبه اسامي، اللعيبه دي ترندي فانا هجيبها. لكن الزمالك فعلا عمل صفقات هو محتاجها وتاثيرها باين في الملعب، ولكن هي محتاجه مدرب يوظفها صح ويستفاد منها صح علشان مصلحه الفرقه. في النهايه انا ما اتمناش طبعا ان الزمالك يطلع ويكسب وياخد بطولات والكلام ده كله. يا عم انا راجل اهلاوي ما بشجعش فكره ريال مدريد والاهلي بيجروا في دمي، انا مش محايد، ولكن ان الزمالك يبقى بهذه القوه وان الزمالك يرجع تاني ده بيدي للدوري المصري طعم وحلاوه. الواحد بقاله 3-4 سنين ما اتفرجش على ماتشات الدوري المصري واتفرج على ماتشات الاهلي كاجوالي كده، ولكن اللي انا شايفه في الدوري المصري السنه دي هيخليني ارجع اتفرج عليه. فخلينا مع بعض كده، احنا دخلنا توقف دولي، الفيديوهات الجايه فيديوهات منتخب مصر، ربنا يوفقنا في التصفيات ان شاء الله، وكمان اسبوعين نرجع مع بعض مع ملخص الاسبوع سواء في دوري انجليزي اسباني مصري. فلحد ما اشوفكم تاني استودعكم الله. تشاو.